السلام عليكم. واش راكم لاباس؟ جيتكم اليوم بوصفة روعة. هي وصفة الخبز اللي ديما نحضرها في عيد الأضحى في كل مناسبات، ونحضرها بطرق مختلفة ومنوعة. وهذه الوصفة نعطيكم اليوم بخبز كوشة. نبداو على بركة الله بالمقادير. عندنا 500 جرام فرينة، مغرف كبيرة خميرة مع مغرف كبيرة مع مغرف صغيرة سكر وملح وزيت 3 مغارف وماء دافي. نبداو نحطوا الملح طبعا حسب الرغبة، كل واحدة واش تحب، مسوس مالح. دير كيما تحب هي وكيما تعرف هي. تجي من مغرف صغيرة حتى مغرف ونص في 500 جرام فرينة نصبو هنا. ديما نخلطوا الملح مع الفرينة. هو الاول ما نخلطوهش مع الخميرة، بوسك الخميرة ما تطلع لناش، كون نخلطوا الخميرة مع الملح. نزيدوا هنا الماء الدافي تدريجيا ونخلطوا. هنا لازم تكون العجينة تاعنا جارية شوية، هذا هو السر اللي في الخبز هذا. هنا العجينة تاعنا لازم تكون جارية، ونأكد ونعاود ماشي جارية خلا هيك مع روحها كيما نقولوا احنا تتلصق في اليدين. هذا هو السر تاع الخبز تاعنا اليوم. انا نكمل حبيبتي، نلم هذا الخبز ونضيف له الماء دافي، ومن بعد نكملوا الخطوة الجاية. هنا بعد ما لميتوا الخبز حبيباتي، نحاول اني لي بولة دمكة كامل فيه ندخلها ونمحاها. شوفوا القوام تاعو كيف ماه. القوام تاعو قلت لكم تكون شبه سائلة تتلصق في اليدين. وكي نكملوا حبيباتي نضيفوا له دمكة 3 مغارف زيت، نضيفوهم على الاخر ونخليوه يتخمر. هنا الخبز تاعنا حبيباتي فيه سر واحد اخر، وهو كي نخليوه يتخمر المرة الاولى، بعد لا يتخمر نزيدو نهبطوه، نزيدو نغطيوه ونخليوه يتخمر. وكي يتخمر مرة تانية كيف نهبطوه ونشكلوه. هنا 500 جرام تجيب لنا 2 خبزات، شكلوه على 2 خبزات. ونبسطوهم في السنيوة تاعنا. هنا كيما تشوفوا اني ندخل في الزيت في لاباط. لازم ادخل الزيت مليح به وممتوك شغل اكيد تعجني فيه شويه، بس هو هذا الخبز ساهل ماهوش تعجين خلاه وما تعجنيهوش خلاه. انا خلاه هنا تخمر حبيباتي، وكما قلت لكم عادوا فوا نهبطها ومن بعد نرجعوا. هنا بعد لخمرت لي حبيباتي حطيتها في سنيوة ديك حطيت عليها ورق الزبدة. وهنا كي تبداي تبسطي في العجينة تاعك لازماتك تدخلي يدك في الزيت شوية باه ما تلصقلكش، بويسكادي العجينة هشة. شوفوا حتتحلى معاكم فاسيلمون، ما تعبكم ما ترجع ما والو. هنا الخشن تاع الخبز كل واحدة كيف ما ذوقها، اللي تحبه خشين، اللي تحبه رقيق، اللي تحبه شوية شوية، كل واحدة كيف ما تحب الخشن تاع الخبز تاعها. هنا انا درته نورمال، ما خشين ما رقيق متوسط. هنا حبيباتي انا جاتني 2 خبزات كما قلت لكم. نحل الخبزة دوزيام. هاكم تشوفوا درت ورق الزبدة ضروري باه الخبز تاعنا ما يلصقناش. هنا كيما شفتوني حبيباتي حليتهم. درتهم قلت لكم متوسطين. نبدا من بعد ندهنهم بالبيض. انا هنا ندهنهم بالبيض وندير لهم سانوج، ندير له سانوج ونزيد نخليه يخمر اوبليجي. هذه الخطوة ولازم قبل
قبل ما تخليه يخمر تديري له البيض باه ما يزيدش يهبط كي يخمر ما تزيدش تهبط كده دهنيه بالبانسو. نعرفوا احنا البانسو ينزل الخميرة وينزل يخرج هذاك الهواء كامل اللي في الخبز. هنا كما تشوفوا البنات دربت هنا البيضة وندهن بها، واللي دير خبزة واحدة دير غير صفار بيض برك. هنا قلت لكم ندهنها على الوجه ونخليها تخمر واحد ل10 دقائق. في هذيك ال10 دقائق نكونوا ديجا سخنا الفور تاعنا. لازم الفور تاعنا ولا الكوشة تاعنا تكون سخونة من قبل باكي نطيبوا الخبز تاعنا في ساعة يطيب لنا ما يقعدش. هنا البنات هاني دهنت كل الجوانب وندير له شوية سانوج ونكمل ندهن البلاطو الدوزيام ونخليهم يطلعوا. نتلاقاو ان شاء الله بعد ما يطيبوا. هنا حبيباتي شوفوا بعد لا طابو، شوفوا كيف ما يجي خفيف. هاج شفتوني انا ما درتوش خشينيه، هسه اللي تحب ديرو خشين ديرو. شوفوا يجي خفيف، شوفوا من الداخل كيف ما فارغ. انا هذا كل صباح عيد لازم يكون معايا، ونديرو بطرق واحده اخرين ان شاء الله راح نديرو معاكم محشي. وباي باي، متنساوش مشاركه حبيباتي وجام.